بس هل المكان بيحتوي فقط على معبد لسرابيس؟ لأ، عندنا أيضا مكتبة المعبد، ودي تاني أكبر مكتبة في اسكندرية من بعد مكتبة اسكندرية نفسها، وهي الأكثر أهمية، ويشهد على تاريخها تاريخ غاية في الأهمية اللي بسببها. طب ما تيجوا نروح نشوف المكتبة واحكي لكم الحكاية واحنا هناك، لأنها حكاية مشوقة ومات بسببها ناس كتير. يلا بينا نروح مع بعض. ودي بقى مكتبة المعبد اللي كان بيتقال عليها هو المكان المخصص لأسرار سرابيس، أي مكان الكتب الدينية المقدسة للمعبود سرابيس، اللي كان أيضا هنا بيتم دفنات للعجول زي بالظبط سرابيوم سقارة. ولكن أهمية المكان ده كان بالظبط نفس أهمية مكتبة اسكندرية. تخيلوا كان المكان ده بيحتوي على 500 ألف كتاب، لكن للأسف تم تدمير المكان بالكتب بالمعبد في حريقة كبيرة جدا سنة 391 ميلادية. الحريقة دي كان سببها ايه؟ هي حركة دينية لتلاميذ البابا سوفيليوس. طب الحركة الدينية دي كان بيتزعمها مين؟ كان بيتزعمها البابا بطرس اللي جه بعد البابا سوفيليوس مع تلاميذ البابا سوفيليوس. طب الحكاية كانت جيت منين وايه اللي حصل؟ الحكاية دي كلها كان لها سببين. السبب الأول هو خوف شديد على الديانة المسيحية من إنها بدل ما تبدأ تنتهي. والسبب التاني هو محاربة الديانة الوثنية اللي كانت موجودة متمثلة في المعبود سرابيس. طيب دي عرفناها. طب السبب الأول تفسيره إيه؟ كان في بنوتة جميلة جدا اسمها هيباتيا. البنت دي كانت بنت مدير مكتبة الإسكندرية اللي كان اسمه سيون. البنت دي كانت فيلسوفة بتدرس الفلسفة الأفلاطونية الحديثة، وبتدرس علم الرياضة وعلم الفيزياء وعلم الفلك. البنت دي كانت بتدرس الحاجات دي كلها فين؟ هنا بالقرب من معبد سرابيس، في الساحة اللي موجودة خلف المعبد. طيب الفلسفة الأفلاطونية الحديثة قائمة على الظواهر الطبيعية اللي ليها تفسيرات علمية بحتة، والديانة المسيحية عكس الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. البنت دي ما بتؤمنش بالغيبيات أو المعجزات، وبالتالي هي كانت ضد الديانة المسيحية. والي الاسكندرية في الفترة دي كان بيؤمن بالديانة المسيحية، اتقدم للبنت دي عشان يتجوزها وطلب ايديها للجواز، لكن هي رفضت. دينه غير دينها، ايمانه من جوه غير ايمانها من جوه. وقتها البابا بطرس قال عادي، مفيش مشكلة، مش هيسبب خطر علينا. ولو انه خلي بالك، لو فكرت ان لما والي اسكندرية نفسه يكون معجب ومتيم بغرام امرأة تدرس فلسفة أفلاطونية حديثة ضد الديانة المسيحية، ده بيشكل خطر على الديانة، لأنه ممكن من حبه ليها يوصل لمرحلة إن هي تغير له فكره وعقيدته، وده الوالي، فممكن ينهي أو يقضي على الديانة المسيحية. خلي بال حضراتكم، إذا كانت الديانة المسيحية نزلت في فلسطين، فلمصر وللإسكندرية فضل كبير جدا على الديانة المسيحية في نشرها في العالم كله. الحركة اللي بدأت في الفترة دي إن تلاميذ البابا سوفيليوس اللي هم أساسا زملاء البابا بطرس بدأوا يروحوا ويحضروا فصول تدريس هيباتيا اللي بتتكلم على الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. البابا بطرس قال لك لا هو الوالي بيتقدم لها وبيحبها، وكمان جزء من زملاتي وتلاميذ البابا سوفيليوس بدأوا يروحوا يحضروا دروسها. ده ممكن كده احنا التلاميذ اللي اساسا بنبشر بالديانة وبندعي الناس للديانة، ده هي ممكن تشكل خطر كبير جدا على الديانة المسيحية. اذا وبالتالي بدأ يعد عدته ان هي تكون عبرة لمن لا يعتبر وينتقم منها، رغم ان هي ملهاش ذنب، بس بدأ ينتقم منها لأنها هي ضد الديانة المسيحية، ودروسها كمان كانت ضد الديانة المسيحية. فبدأت الحركة الدينية من هنا، من المكان ده، قبضوا عليها، عذبوها، قلعوها من ملابسها كلها، مشوها على طول ساحل البحر لحد ما وصلوا
للحي الملكي. متخيلين احنا بنتكلم ان هو اتحرك بيها من حي ابسلون اللي هو حي المصريين، اللي هو الحي الخامس في مدينة الاسكندرية، اللي هو موجود هنا عند عمود الامبراطور دقدوليانوس او السواري او بومبي، لحد ما راح بيها الى الحي الملكي اللي هو عند مكتبة اسكندرية تقريبا، بطول ساحل البحر الابيض بيعذبوا فيها وبيضربوا فيها وبيقطعوا من جسدها، لحد ما وصل قدام معبد سيزاريون اللي كان موجود في الحي الملكي، وقطع جسدها كله تماما، قتلوها. الكلام ده كان سنة 415 ميلادية. وبعد كده ولعوا فيه معبد سرابيس والمكتبة بتاعته اللي كلها كتب وثنية. ولما وصلوا هنا في الحي الملكي عند مكتبة الاسكندرية وتحديدا قدام معبد سيزاريون، وبعد ما قتلوها طلعوا محولوا معبد سيزاريون من معبد وثني إلى كنيسة. وبالتالي أصبح في اعتقادهم انتصار الديانة المسيحية على الديانة الوثنية، وبدأت الدعوة الجديدة للديانة المسيحية. هي دي قصة أو كل اللي ممكن تعرفه عن حكاية سرابيس والمعبد والمكتبة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. انتظرونا في فيديو جاي وحكاية جديدة من آثار مدينة الإسكندرية، جوهرة وعروسة البحر الأبيض المتوسط. تحياتي لكل الإسكندرانية.